السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم رجاء من قناه جيوبة الرجاء. اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد حتى في القناه ان شاء الله. وصفه اليوم هي وصفه سهله وزوينه بزاف، حلوه العيد. اكيد غادي تجربوا ان شاء الله تعجبكم. كتجي خفيفه، شوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها، كتجي روعه. نتمنى تجربوها تعجبكم ان شاء الله. ندوزو طريقه التحضير. عندي هنا 150 غرام الزبده، عندي كذلك 2 معالق كبيره من السكر بودره، عندي 2 معالق كبيره من الكاكاو المر، عندي 2 صفار البيض، كذلك عندي الدقيق. غادي تشوفوا معايا شحال استعمال ديال الدقيق. وعندي كذلك الفلون ديال الشوكولا، ها هو الشكل ديال الشوكولا. كذلك عندي هنا 2 معالق كبيره ديال النشا مايزينا، وعندي 2 معالق كبيره ديال الزيت ورشه ديال الملح لتحسين الذوق. كذلك عندي كيس فانيلا، وعندي هنايا ملعقه صغيره من خميره الحلويات. كذلك عندي 2 معالق كبيره من العسل. ندوزو للطريقه ديال تحضير العجينه. غادي نوضع هنا الزبده. من الاحسن تكون الزبده عندكم خارج الثلاجه، تكون طريه باش تسهل عليكم العمليه. انا كانت عندي شويه، واخا كانت برا كانت عندي شويه شاده راسها. المهم غادي نوضع هنا مع الزبده مع السكر كلاصي، وكذلك غنوضع معاه الزيت والعسل. غادي نخفقهم مزيان. تنتحصل على كريمه. غادي نضيف تبعي صفر البيض. اذا كانت الزبده لينه غادي دغيا تخلط معكم. كذلك نضيف رشه ديال الملح. غادي نضيف الفانيلا، غادي نضيف الكاكاو المر. غادي نحرك مزيان، نخلط مزيان بالضرب الكهربائي ديالي تندمج المكونات مع بعضهم. كذلك ضفت الفلون ديال الشوكولا باش ما ننساوش هو. غادي نضيف هنا الخماره، وكذلك المايزينا. غادي نكمل بيديا باش نضيف الدقيق. دابا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه بالتدريج. كتبقى كمية الدقيق حسب نوع الدقيق اللي عندكم. تقريبا درت لي انا شي 4 ديال الكؤوس، 4 ديال الكؤوس ديال العنبه. كتبقى الكميه حسب نوع الدقيق. تنحصلوا على عجينه تجمع لينا العجينه ديالنا. كتلاحظوا معايا هنايا ما تكثروش الدقيق باش ما تحصلوش على عجينه ناشفه، تكون تبقى طريه شويه. غير تبدا تجمع صافي. بعد ما تجمعت لي العجينه ديالتي غادي نشكلها كويرات. تديروا كويرات صغار ام كبار اللي يعجبكم نتوما حسب الاختيار ديالكم. غادي نبدا ندير الكويرات ديالي هنايا فوق طاوه الفرن. الفرن دابا انا راني شاعله مسبقا يسخن شويه. غير باش تحصلوا على نتيجه زوينه ما تكثروش الدقيق في العجينه ديالتكم، فهمتوني؟ نتمنى تجربوا الحلوه هذه، كتجي زوينه بزاف. هذا الكاطو هذا كتجي زوينه وطريه، كتجيش ناشفه بزاف من داخل. اذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلايك شي تعليق محفز. انا غادي نكمل العجينه اللي عندي كامله هنايا وخليكم معايا. انا بعد ما كملتها غادي نوضعها في طاوه الفرن سخنتها مسبقا.
هيا ملي طابت الحلوه ديالي غادي نكملوها في التزيين. ما تخلوش الحلوه تحمر، غير تشد راسها شويه نشوف نخرجوها، ما تخلوهاش تحمر بزاف. هما راه كما عارفين بعد ما طابت هنا غادي نخرج نزينها بالشوكولا حتى تبرد، ماشي سخونه، نخليوها تبرد عاد ديك الساعه نزينوها. انا ذوبت هنايا الشوكولا، ضفت مع شويه الزيت باش عطينا داك البريو يجي لامع. انا زينتها بحبيبات الشوكولا كذلك بالشوكولا البيضاء، كيبقى لكم زين حسب الاختيار حسب الرغبه. انا غادي نكمل هنا كاع داك الكرات ديالي اللي عندي حلوه كامله، غادي نكملها بنفس الطريقه. بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل ممل. هنا بعد ما زينتها غادي نضيف هذوك خطوط بالشوكولا بيضاء، ذوبت الحمام مريم وضعتها في كيس وعملت خطوط كيف كتشوفوا معايا هنايا. كيبقى لكم تزيين حسب الاختيار ديالكم والرغبه ديالكم. الحلوه كتجي زوينه وبنينه طريه، نتمنى تجربوها تعجبكم. الشكل ديالها كيجي زوين وراقي. نكملها ونتلاقاو في طاوله التقديم. ها هو الكاطو ديالنا وجد، كاطو بالفلا شوكولا كيجي روعه 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 في المذاق ديالو، الشكل ديالو تبارك الله ما شاء الله كيجي راقي في الشكل ديالو، حتى في المذاق كيكون زوين. نتمنى تجربوه ويعجبكم. غادي نوريكم الشكل ديالها من داخل مقسمه معكم تشوفوها، كتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. انا غادي نقسمها معكم دابا تشوفوها، شوفوا كيف كتجي الشكل ديالها تبارك الله، كتجي طريه طريه بزاف البنات صدقوني، كتجي هشيشه كتذوب في الحلوه راقيه، ما كتجيش ناشفه نهائيا من الداخل ديالها، كتجي رطبه. تجربوها وتعجبكم، ما تنسونيش باشتراك القناه، وما بقى لي غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.